النهاردة هعمل معاكم طبق التقديم بتاع فوانيس، فكرة جديدة ويا رب تعجبكم. اول حاجة طبعا هنعمل الباترون، الراس، الجسم، ودي الرجلين، ودي القدم من تحت، ودي الايدين. طبعا احنا هنجيب اي نوع قماش احنا عاوزينه، ده قماش خامته بتمط، استخدمته طبعا لون الجلد. هعمل من الراس 2 ومن الجسم 2. بنحط طبعا الباترون فوق القماش ونمشي عليه ونقصه. الايدين هنعمل منها 4، والرجلين هنعمل منها 4. دول اول حاجة هنبدأ بيها. هناخد الجسم ونظبط كده القماش فوق بعضه، نقدر نستخدم اي نوع قماش متوفر عندنا، المهم ان هو يكون لون الجلد. هنجيب الابرة والخيط او المكنة اللي عنده متوفر ونمشي كده سراجة عادية. هنا خلاص انا خيطت كله وسايبه الجزء الفوقاني ده بس هو المفتوح عشان اقلب منها، ولما اقدر احشيها اعرف. هقلب الجسم بالشكل ده كده. وهنا انا عملت كمان الراس والرجلين والايدين. هجيب الفايبر وابدأ ان انا احط او احشي الجسم بالفايبر. بنحشيه طبعا كويس. هنا بعد ما حشيته حطيت في النص عصاية شيش طاووق عشان اثبت الراس. فتحت فتحة من الجزء ده كده عشان اثبت الراس في الجسم بالشكل ده، وما يعني ما تكونش فيه تقل والراس بتاعتي تنزل لقدام او حاجة. فحطيت العصاية وخيطت بالشكل ده الجسم في الراس. وممكن لزيادة برضو التثبيت احط كده نقطة من الشمع في الجزء ده واثبت الجزء ده كده واستنى لحد ما ينشف بالشكل ده. بعد كده هنجيب الايدين وادخلها لجوه شويه بحيث ان هي تاخد لي الميلان او الكيرف بتاع اللي نازل بتاع عروسه فنانيس. بعد كده هنيجي للرجلين. اللي هي القدم هخيطها بالشكل ده. طبعا انا مشيت على الباترون برضو، عملت قماش لونه اسود وقصيت عليه. بعد كده بسرج وبمشي على الجزء اللي انا ماشيه عليه ده كده. بعد كده بسيب الجزء اللي تحت ده فاضي واجيب قطعة من القماش واحطها في الجزء التحتاني ده وارجع اخيط برضو. بقت بالشكل ده ونبدأ نحشيها بالفايبر. هنا طبعا دي الرجلين، هثبت القدم في الرجلين واخيطها من تحت. هنا بعد ما ثبت القدم في الرجلين هنيجي بقى نبدأ ان احنا نثبت الرجول في الجسم. هنخيطهم برضو ونثبتهم بالإبرة والخيط. وهنا اهي بتقعد بسهولة. هنيجي للوش، هنجيب الإبرة والخيط ونيجي من ورا كده ايه ونعمل يعني غوط كده للعينين. فهنحط غرزة كده ونشد ونرجع برضو تاني لزيادة التأكيد والتثبيت يعني للغرزة. ندخل في نفس المكان ونشدها برضو. وهنعمل الناحية التانية نفس الطريقة.
بنشد برضو كده. بعد كده هنيجي للمناخير. خدت كده يعني قماش على شكل دايرة، وهسرج حواليها كده سراجة عادية جدا. بنفضل نلف كده على الدايرة كلها، هتديني شكل كده زي كأن جراب كده. بحط بقى الفايبر جواها واحشيها كويس. بعد كده هبدأ ان انا اشد واظبط الشكل بتاع المناخير بتاعته اللي انا عايزاها، واثبت كده بالشمع والم المناخير بحيث ان هي تبقى من تحت من فوق يعني ملمومة، ومن تحت كبيرة بالشكل ده كده. هنيجي بقى للتثبيت او ان احنا نظهر الوش. هنحط العينين، رسمت عينين على القماش بتاع الجوخ، وعملت ادي الحواجب كمان، والبق، ودي الدقن. كل ده ثبته بالشمع. هنيجي للودان، دايرة عادية جدا ونسرجها برضو بنفس الطريقة، ونيجي من تحت نحشيها فايبر ونلمها كده من النص غرزة صغيرة ونثبتها في الدماغ او الراس. بعد كده هجيب البلاشر اللي هو بتاع احمر الخدود ده، لون برتقاني، وهاخد كده واحدة واحدة بايديا واوزع على المناخير، لاني لقيت ان التوزيع بالايدين اسهل ومش بيكلكع ولا حاجة، بيتوزع بسرعة. وطبعا هعمل على الخدود كمان بالشكل ده كده. بعد كده جبت القماش اللي لونه اخضر، عملت كده على مقاس الرجول عشان اعمل بنطلون، خيطتهم وسرجتهم في بعض ولبستهم له. بعد كده عملت ده الجسم، عامله على مقاسه. وده الدراع بيخيط في الناحية دي والناحية التانية بالشكل ده. هنخيط الايدين الاول وبعد كده نسرج الجسم. وهنا دي اللي هو السديري بتاعه او الكاردي بتاعه. طبعا ده من قماش الجوخ فمشضت شوية، كان نفسي يبقى عندي لون احمر من القماش العادي كان هيبقى احسن. هنا بقى نبدأ ان احنا نزين الجزء اللي على الحرف ده بأي حاجة عندنا لونها ذهبي او اصفر. وهنيجي للحزام، قماشة عادية مستطيلة طويلة ولمتها من الجناب وهنلفها على وسطه. بعد كده هنيجي للراس، عاملة زي شكل هرمي كده بالسفنجة، وهغلفها بالقماش الأخضر، هحطها كده كأنها العمة بتاعته. وبعد كده هجيب القماش وألف كده عشان أكمل العمة. هلم الجزء ده شوية وهلف، وبعد كده هكمل لف بالشكل ده. هنا كده خلاص خلصناه. ده كده شكله. يبقى كده خلصنا الجزء الأصعب اللي هو بتاع العروسة اللي هي بتاعت فنانيس. هنيجي بقى نجيب أي طبق عندنا. ده طبق قديم عندي ما كنتش بستخدمه، هجيبه وارشه بالسبراي الذهبي. هنا بعد ما رشيته ونشف هجيب العروسة وهبدأ ان انا اثبت الطبق في العروسة بالشكل ده. اول حاجة هبدأ بيها هي الرجول، اثبت الطبق في الرجلين. بعد كده هجيب بقى الايدين هي كمان كأنه ماسك الطبق. طبعا الديكور ده طالع من السنة اللي فاتت.
ديكور حلو، فانا حبيت ان انا اعمله معاكم في البيت. هنا اهي العروسة ثابتة جدا وبتقعد، بوريها لكم ان هي ثابتة وان انا مش سنداها اهي. وهنا طبعا ده الشكل النهائي للعروسة اللي هي طبق التقديم المكسرات او التمر او اي حاجة خاصة برمضان، بنحطه على السفرة او على الترابيزة. هنا طبعا وهو الطبق فاضي، وهنا انا حطيت فيه تمر بقى بالشكل ده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس. ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم طبق التقديم بتاع المكسرات واليميش فنانيس. هحاول اعمله معاكم زي الجاهز. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة هنبدأ نعمل الشخصيات بتاعت فنانيس. هنجيب عجينة السيراميك ونلونها، طبعا بنلون باي الوان سايلة عندنا نقدر نستخدمها، او حتى البودر، اي الوان بودر زي الاي شادو والحاجات اللي هي البودر دي نقدر نلون بيها عشان يعني نحصل على اللون اللي هو البشرة ده. نقدر ان احنا نستخدم لون اورنج، نقطة من الاورنج على الابيض، لان عجينة السيراميك كده كده بيكون لونها ابيض واحنا بنلونها. وهنا طبعا انا بعمل العينين. مقادير عجينة السيراميك لو احنا هنعملها في البيت سهلة جدا. بنجيب كوباية من النشا على نص كوباية غيرة ابيض، ومعلقة من الفازلين. الفازلين متوفر في كل مكان في الصيدليات والمحلات. بنعجنهم مع بعض وبيدينا العجينة بتبقى باللون الابيض زي ما قلت لكم، واحنا بنلونها باي الوان متوفرة عندنا. هنا انا طبعا بعمل معاكم الوش بتاع فنانيس زي ما شرحت لكم قبل كده. وهنا بنحط العينين. طبعا انا بحاول كمان ان انا اجي عند الخدود دي كده واحفرها بالراحه كده بالابره، بحيث ان انا اخلي الخدود بتاعته بتاعت خدوده تكون بارزه شويه. وبحاول قدر الامكان ان انا اوصل لشكله، يعني شكل اللي هو الشخصيه اللي هو فنانيس اللي هو المليان ده. هنا طبعا احنا بنعمل العمه بتاعته، بنجيب اللون الاخضر، وانا ببدا طبعا ان انا بالابره كده واسيح العجينة على بعضها كده بالراحة علشان خاطر تثبت في بعضها. وهنا طبعا بنكمل العمة، وده بقى الجسم. وانا حفرت كده عملت زي حفرة في النص علشان اثبت فيها الراس، وابدأ ان انا برضو بالابرة كده واسيح الراس مع الجسم. وهنا جبنا اللون الاحمر وبططته بالشكل ده كده، وهحطه على الجنبين ومن ورا علشان يدينا اللبس، شكل اللبس بتاع فنانيس. وجبت اللون الاصفر ببرمه بالشكل ده كده، وبعد كده ببططه. وهعمل بقى الحرف الاصفر ده اللي هو بيبقى يكون على اللبس بتاعه. بعد كده هنيجي للايدين. وهنا الايدين هنجيب حاجة رفيعة كده زي اللي انا بستخدمها، وابدأ ان انا احدد كده او اقطع بالراحة كل صباع لوحده. وبعد كده بظبطه بايديا كده واشده شويه بحيث ان هو ينفصل عن العجينه اللي جنبها، بحيث ان هو يديني الشكل ده كده. وبعدين هنيجي كده بالابره ونعمل زي فتحه كده عشان نثبت فيها الايدين. وهنا هنعمل طبعا الحزام بتاعه برضو اللي هو باللون البني ده. وهنيجي بقى للايدين عشان نثبتها. هنجيب الايد اللي احنا عملناها وقطعه من اللبس بتاعه اللي هو الاخضر ده، قصدي الاحمر، وهبدا ان انا بالابره كده وادوس عشان اللبس يمتزج مع ويلزق في الجسم.
وهنعمل له بقى الحرف الاصفر ده زي الحروف اللي هي في النص دي، نعمل كمان على الكمام بتاعته بالشكل ده كده. بعد كده بقى هعمل هنا زي فطيرة كده هو بيكون ماسكها، فانا هعمل زيها، هجيب بالابرة كده على الحروف بتاعتها وعاملاها زي شكل مثلث وهثبتها في ايده بالشكل ده. هنيجي للرجلين برضو هنعمل نفس الطريقة، ان احنا بنجيب الابرة وببدأ ان انا برضو ادوس كده بالابرة عشان اطلع الصباع لبره وامسكه اظبطه كده بايدي عشان يبقوا مقاس بعض. والرجلين بنبرمها كده وهنثبتها في الجسم بالشكل ده كده. وبعد كده هنحط الرجلين، ممكن نسيحها زي ما انا عملت بس انا استسهلت وحطيت شمع، وممكن كمان نثبتها بالغير هيكون افضل كمان. هنيجي بقى للشخصية التانية اللي هي الراجل العجوز. هحاول برضو قدر الامكان ان انا اوصل للشكل يعني زيه. فانا بجيب طبعا الوش هنا ارفع شوية، بحط المناخير بتاعته برضو المناخير اطول برضو عن مناخير فنانيس طبعا مناخيره اللي هو المليان ده هو مناخيره مكببة شوية. وبعد كده بحدد برضو الوش ومكان العينين، وبحفر كده عشان البق والخدود. وبعد كده بجيب اللون الابيض حتة كده صغيرة وبحط مكان العينين الشكل ده كده، ونحفر برضو كده نعمل زي بق ليه كده بالإبرة الرفيعة دي. بعد كده بقى انا جبت هنا هعمل الدقن بتاعته، بجيب الإبرة كده واسيحها او امزجهم مع بعض بحيث ان انا اثبتهم مع بعض، وفي نفس الوقت كمان ما يكونش في حاجة بارزة ويكون الشكل طبيعي. بعد ما ثبتهم بدأت ان انا كده بايدي يعني اخلي الدقن يعني شكلها بقى الطبيعي دي اللي هي بتبقى بارزة كده، واشيل الزيادات من الدقن اللي هي كانت زيادة واظبط الوش. وكمان بحدد بعمل كده يعني كأن شعر كده عشان يبان ان ده شعر، فبعمل كده بحفر كده ببسيط بالإبرة. ويعني باجي عند الوش تاني واخلي العين تدخل لجوه واحدد الخدود تاني، ويعني اعمل مكان البق تاني برضو، لان لما بنمسك كده ونعمل بايدينا على العجينة وهي طرية ممكن الشكل يرجع ما يكونش مظبوط، فبنظبطه. هنعمل هنا بقى الخدود قصدي الحواجب. طبعا الحواجب برضو بنفس اللون اللي انا عامله بيه الدقن، انا عملته اللي هو اللون الرمادي الفاتح قوي ده عشان كأنه هو يعني راجل عجوز. ممكن تعمله باللون الابيض، انا عملته باللون ده. هنيجي بقى للعمة بتاعته، طبعا هي باللون الاصفر بتبقى كبيرة كده وتخينة، فانا عملتها كده بالشكل ده ولفتها على دماغه. وبعد كده هجيب الإبرة وابدأ ان انا اعمل الاجزاء اللي هي بتبقى زي علامات عشان تحدد العمة بتاعته. وطبعا لما تنشف هبدأ ان انا الون بقى الاجزاء الحمراء دي اللي هي بتكون في العمة. هنيجي للجسم وهحفر برضو كده عشان اثبت الراس في الجسم. وبعد كده بقى بالإبرة ببطط كده وبسيب الجزء اللي تحتاني ده بارز شوية كده علشان هنستخدمه. طبعا هو هيبقى قاعد مربع، فانا عايزة الجزء ده يبقى بارز شوية اللي هو اللي تحت ده. بعد ما عملت اللبس بتاعه البني دوت، جيت بقى عملت طبعا الرجلين بنفس الطريقة اللي عملت بيها الشخصية الأولانية، برضو عملت نفس الطريقة دي كده. ودي طبعا الرجلين بتاعته بثبتهم كده في بعض. انا هعمله هيكون قاعد كأنه قاعد مربع، هحفر كده مكان ما هدخل الرجول، وهبدأ ان انا بقى اشوف الشكل والمقاس بتاع الرجل كده مظبوط ولا لا. لقيته طويل شوية فقصرتها. هحاول قدر الامكان ان انا اثبته هنا، يعني بدأت بقى ان انا اعملهم في بعض كده واسيحهم كأنه قاعد مربع واظبطهم مع بعض. وبعد كده بقى هثبتهم هنا في الجزئين اللي هما الفتحتين اللي انا عاملاهم،
وكمان عملت الايدين برضو، وعملت زي برضو فتحة زي ما عملت تحت بالابرة كده، وهثبت الايدين برضو من جوه. وهنا عملت كتاب حطيت كده ما بين ايده وهو مربع، عملت باللون الابيض كده، وحطيت عليه برضو نقطة من الاسود بسيطة، وعملت شكل الكتاب. هنا بعد ما خلصت الشخصيتين هجيب اي طبق عندي. انا جبت الطبق ده هو من الخشب، وهدهنه قصدي هرشه بالسبراي الذهبي ده. طبعا بعد ما رشيته هنا بالسبراي ونشف بقى بالشكل ده كده. هجيب بقى الشخصيتين بعد ما سبتهم ونشفوا كويس. هجيب الغيرة، ده الغيرة اللي انا بستخدمه وانا بعمل بيه عجينة السيراميك، اسمه اوكي. بيتجاب من اي يعني الاماكن اللي هي بتاعت الدهانات وكده، وفي مكتبات برضو كبيرة بتبيعه، بس هو موجود في كل المحلات بتاعت الدهانات. هنبدأ ان احنا نحط بقى الشخصيات من تحت كده الغيرة، ونحطهم على الطبق بالشكل ده، ونسيبهم ينشفوا وهيثبتوا ويبقوا تمام. طبعا ده الشكل النهائي للطبق بعد طبعا ما سبته ونشف من الغيرة اللي كنت لازقه بيه الشخصيتين. اتمنى اكون اتوفقت في الفيديو وان انا يعني وصلت لشكل مقارب لاشكال فنانيس ولشكل الطبق بتاع فنانيس. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة اتمنى يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. وهتلاقوا قائمة مجمعة فيها كل الفيديوهات الخاصة بديكورات وزينة رمضان موجودة على القناة. اتمنى تدخلوا فيها وتتفرجوا، وان شاء الله هتلاقوا فيديوهات كتير حلوة ومفيدة هتعجبكم، واشوفكم فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.